حبايبي اهو الحمام طلع اهو، وشكله اهو جماله. زودت عليه طبعا كمية سوس وحطيته في الفرن. واهي الملوخية تقيلة وخضرة وجميلة قد ايه اهي. دي برضو ملوخية عشان حب يزود يعني. عايزة بقى تعملي جنبها رز، عايزة بقى تاكليها كده بالعيش زي ما احنا ناكلها. وطبعا الرز من جوه محشي في قلب الفريك اهو. عايزة اوضح لكم الصورة من بعد شوية اهو اهو قد ايه هو مستوي وما خرجش منه لا رز ولا خرج منه اي حاجة، وجميل خالص خالص اهو. شايفين؟ حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهي معانا طريقة الحمام، وهنشوف ازاي مقاديره وازاي هو طلع بالشكل الحلو ده. بصوا الحمام انا غسلته غسلة كويسة تمام. وبعد ما غسلته غسلة كويسة سبته بتاع حوالي 5-6 ساعات كده في شوية كمون وشوية توم وشوية ملح صغيرين اهو بالمنظر ده. ليه؟ عشان اضمن ان هو كل قلبه اهو ماشي، وكله اتبل معايا تتبيله ايه كويسه، يعني شرب التتبيله ولحمه كله دخل فيه ايه التتبيله اهو. شايفين الصوره واضحه ازاي؟ طيب سبته بتاع حوالي 5-6 ساعات. اجي بقى طبعا ايه على العين التانية معايا بصلايه صغيره عليها معلقه سمنه ومعلقه زيت ماشي، وابتدي ايه اشوحها لحد ما تهدى خالص ماشي. طبعا انا النهارده هحشي رز مش هحشي فريك، كنوع من انواع التغيير يعني مش اكتر. هو في العادي ان هو بتحشي فريك، بس انت ممكن تحشي رز تحشي فريك على حسب رغبتك، مفيش اي مشكله. ودي طبعا كبد وقوانص بتاعته غسلها غسله كويسه ومتبلاها برضو مقطعوها بحيث ان انا ايه احطها معاه تتشوح واحشيها مع الرز. اهي البصله معايا انا عايزاها بس تبقى واضحه اهو. اهو الحمام اهو المنظر ده. بعد بقى ما هديت معايا شويه هنزل بايه بالكبد والقوانص بتاعته برضو تاخد ايه تشويحه. دي كده ايه يعني طريقه تحضير الرز بتاعه اللي انا ايه هحشي بيها ماشي. برضو تتشوح تاخد وقتها. احط لها طبعا شويه ملح شويه فلفل تاني شويه بهارات اللي انا ايه اقدر احطها اهو. يا حبايبي لسه بيتشوحوا معايا، بس اجيب لكم الصوره واضحه ايوه كده. وايه وحطيت شويه الملح وشويه فلفل اسود في التشويح برضو، وهنزل عليهم ايه بكميه الرز. كميه طبعا ايه مش كبيره قوي يعني وهبتدي اشوح كل الكميه معايا. بعدين ازيد لها شويه ايه شويه ميه اهو. يا حبايبي حطيت له الميه تمام.
وهغطي عليه بقى يستوي شويه. هو مش بيستوي قوي، بس يستوي ايه شويه. تمام حبايبي، بصوا الرز اهو استوى وبقى زي الفل. هبتدي بقى ان انا ايه احشيه. ماشي. ومعانا هنا ميه بتغلي عشان خاطر ايه اسلقه فيه اهو. الرز اهو طفيت عليه بس يهدى وابتدي ان انا ايه احشيه. طبعا دول معايا للشوربه اهو: بصلايه، حبه ملح، ورق لوري، عشان خاطر اسلق فيهم الايه الحمام. هجيب الحمام كده اهو وابتدي اصفيه، وبعد ما اصفيه احشيه اهو. يا حبايبي حطيته في مصفى وصفيته وكله تمام عشان ميبقاش فيه اي ميه اهو. الرز ماشي. بصوا يا حبايبي اهو، انا بجيب معلقه صغيره عشان خاطر هو طبعا فتحته صغيره وانا مش عايزه ايه تتقطع مني او حاجه، فبجيب المعلقه الصغيره واحشي، ادخل كده في قلبه واحشي واحده واحده، يعني ايه حبه حبه كده لحد ما تتملي كلها. حبايبي بصوا الشوربه الميه هي غليت معايا. هنزل اهو بالبصله والفلفل والملح. ماشي. هي اساسا كده كده مغليه. وهنزل بايه بالحمام. طيب انا عندي الحمام اهو اتحشى اهو. عايزه اوضحه لكم بس شويه. اتحشى وبقى زي الفل اهو، مفيهوش اي مشكله ولا مفتوح ولا اي حاجه. اقول كده بسم الله وايه انزل بيه في الميه المغليه اهو. طبعا انا مقفلاه تقفيله جامده علشان خاطر ايه ما يفتحش مني اهو. يا حبايبي بصوا اهو، انا نقلته في حله اوسع شويه عشان خاطر ايه يقدر ان هو يستوي براحته. على رأي والدتي ليها مقوله كده شهيره بتقول لك ايه: اذا كان رزقك ضيق وسع له. فطبعا الحله لما تكون كبيره شويه يقدر ان هو ايه يستوي براحته وايه، وعلى نار هاديه كده وايه، وعشان خاطر النار ما تكونش عاليه قوي. وطبعا ايه يبقى ني مثلا، يفور مثلا، يبهدل الدنيا كده يعني. حبايبي بصوا اهو بيغلي معايا، مش معليه النار عليه قوي، وعايزه اوريك ان هو ما فتحش ولا نزل رزه ولا اي حاجه خالص اهو. وبيغلي زي الفل اهو. عايزه اوضحه لكم بس. تمام ماشي. عندنا بقى هنا حبه ملوخيه هنعملهم جنبه عشان خاطر ايه يعني حاجه تبقى جنبه كده. شويه شوربه اهم غليوا، هنزل فيهم ملوخيه. ماشي اهو يا حبايبي. بس ملوخيه خضراء وجميله ازاي اهو. وابتدي ان انا ايه افكها كده بالراحه بالشوربه. ماشي. ما خلاش تغلي برضو قوي معايا عشان خاطر ايه ما تسقطش مني يعني، بس قول له يا دوبك ايه تفك كده. تمام. طيب حبايبي التومه معايا هي بعملها بتاعه الملوخيه اهي. عايزه بس اكد لكم على الحمام ان هو لسه بيغلي وما نزلش منه حاجه خالص اهو. تمام كده. انا مهديه عليه النار وهو بيغلي، ما نزلش منه ايه الحمد لله لا رز ولا غيره. والثومه اهي اهي. حبايبي الملوخيه بعد التقليه اهي سمكها وتقولها جميله قد ايه. ماشي.
احنا بنحبها ايه تقيلة شوية، فطبعا ايه على حسب رغبتك انت يعني. اهو عايزه اوريكم قد ايه هي تقيلة اهي وجميلة خالص. اهو بصوا السمك بتاعها شايفين اهو. يعني اللي بيحبها تقيلة اللي بيحبها خفيفة، بس هي التقيلة بتبقى احلى حتى في التغميس، حتى ما تحطيها على الرز. بصي الحمام طلع اهو من النار، وهبتدي كده ان انا ايه ادهنه ماشي بالصلصة. معايا كمية صلصة اهي، طماطم على صلصة مضروبة في الخلاط ومحطوط عليها الزيت، محطوط عليها ملح وتوابل اهو. باخد منها كده وادهن اهو، عشان خاطر برضو ايه ما ياخدش مني بقى تحمير وزيوت وحاجات كتيرة كده اهو. باخد بدهنه كله من فوق لتحت اهو.